يعني الحاجة جماهير المصري بتتكلم على ضربة الجزاء اللي هي ما احتسبتش لصالح صلاح محسن، واختزلوا قصة المباراة ونتيجة المباراة في ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش. الفكرة ان المصري اصلا ما راحش ملعب المباراة، يعني نبيل الكوكي ما عملش حسابه ان الزمالك هيبدأ عليه بضغط عالي. اهم حاجة كانت بتميز المصري الماتشات اللي فاتت كلها انه كان بيعرف يخرج بالكرة ويحضر ويشتغل بالمهارات بتاعت لعيبته، خاصة عبد الرحيم دغموم. الزمالك فاجئه بقى فريرة بان هو بيضغط ضغط عالي، فما سمحلوش ان هو يخرج بالكوره، فما كانش عنده حل بديل واستسلم لنتيجه الماتش. وتحس ان اللعيبه كمان كانت عندها جانب خوف كده من لعيبه الزمالك بدون مبرر الحقيقه. فالحاله بتاع ضربه الجزاء صعبه، ما هياش سهله. ممكن يكون عدم التعمد اللي كان موجود في العرقله خلى حكم اللقاء ما حسبهاش، يعني ده مجرد توقع كده او تكهن لعدم احتساب ضربه الجزاء لصالح صلاح محسن، لكن ما هياش هي دي سبب خساره النادي المصري ب3 أهداف.